في قلب مدينة تلمسان تبرز جوهرة معمارية تحمل بصمة التاريخ ورقي الفن. إنها تحفة تتحدث بلغة الحجر والزمن. مسجد سيدي بومدين معلم عتيق جمع بين الأناقة المعمارية والقيمة التاريخية. قبابه، أبوابه، وساحته الرحبة كلها تفاصيل تحاكي روح العصر الذي شيد فيه. ومع تتالي القرون ظل هذا المعلم محط أنظار الزوار والباحثين عن جمال يجمع بين الماضي والحاضر. في المركب الديني بمدين شعيب إحدى المعالم التاريخية والدينية والروحية والسياحية بولاية تلمسان. بالعودة إلى التاريخ أو إلى المسارات القديمة لهذا المبنى الروحي بامتياز الذي بناه السلطان أبو الحسن في 1339، ثم قام بتدشين أو بناء المدرسة الخلدونية في 1347 باعتبارهما يعني إحدى أهم المعلمين الأثريين الروحيين في هذا المجمع الديني الذي رمم على فترات زمنية يعني متفرقة. كانت أولا في 1747 في اعتقادي طرف المصمم التركي كرشميق الذي قام بترميمه بعد عملية الحرق التي تعرض لها. ثم جاءت الفترة يعني فترة 2011 يعني بمناسبة عصر الثقافة الإسلامية حين تم ترميمه للمرة الثانية. نحن في الصرح مسجد سيدي بومدين الذي بني في عهد المارينيين تكريما لسيدي بومدين الذي هو أصله من إشبيلية، ورانا في الصرح هذا منطقة سياحية بامتياز. وكما لاحظتم معي صديقي أكرم من تركيا جاء باش يزور هذا الصرح، ويعني منطقة مهمة تستقطب السياح. رجاء إن شاء الله من كل يعني اللي يقدر يقوم بالتشجيع السياحة وإبراز هذا الصرح. يبقى مسجد سيدي بومدين أكثر من مبنى تاريخي، إنه ذاكرة مفتوحة على مجد تلمسان وشاهد على أصالة العمارة في الجزائر. معلم يحيي الحاضر بأصوات الماضي ويؤكد أن التراث ليس للذكر فقط بل للحفاظ والاستمرار.